ثم دعا كالرقادة إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد ثم دعا كالرقادة. وأنا هذا كاتب فقه الحياة، صار مطبوع 4-5 طبعات. باخذ فقه الحياة في موضوع العصمة أن الله خلق فيهم لطفا بحيث لا يخطئون في فكر ولا يخطئون في عمل. هذا أنا كاتبه، وكاتبه بالندوة ومجاوب عليه عشرات العلماء. وعندي كتاب في رحاب أهل البيت موجود، وعندي كتاب في الزهراء القدوة موجود. ولا شو يقولون؟ أنا متطرف بالعصمة بالنسبة لي. متطرف أنا بالعصمة. أنتم شو تعرفون عن العصمة؟ أنا أقول العصمة هي عبارة عن لطف إلهي في نفس المعصوم من جهة ما الله يعطيه الحقيقة واضحة على نحو لا لبس فيها، ويعطيه قوة في الإرادة، ولكن عندما ينطلق بوحي الحقيقة، مو ينطلق آية. والله تعريف الكبار هذا اللي كاتبه أنا. هذا تعريف الكبار. أقول هذا أنا اللي كاتبه. لما بعضهم يقول أنا مثلا سهو النبي، أقول النبي لا، الشخصية ما تتعدل، ما يصير يسهو الصلاة. سيد الخوئي لما يقول بأنه إحنا أن العقل دل على أنه على ضرورة العصمة في التبليغ ولم يدل على غيرها. أنا استدلالي على العصمة أن قضية الرسالة هي أمر غير عادي، أن النبي جاء من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا بد أن يكون كل عقله نور، وكل قلبه نور، وكل حياته نور، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والخطأ ظلمة، هذا أنا مبين الاستدلال. وأنا كنت مرة جالس مع الشيخ ناصر مكارم ومع الشيخ جعفر سبحاني في قوم قلت له الشيخ جعفر الجماعة يا عمي، هاي الأدلة التي تستدل بها على العصمة غير تامة، ويمكن نقضها، نحتاج إلى أدلة جديدة. وأنا دليلي على العصمة هو هذا. دليلي على العصمة بأنه أن العصمة نأخذها من خلال الرسالة، باعتبار أن الرسالة جاءت ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلا بد أن يكون في فكره هو نور كله في فكره، ونور كله في قلبه، ونور كله في حركته في الحياة. هذا أنا كاتبه، مو أنا متكلم به، وآلاف المرات أتكلم به. جاسيد مين جت مثل اللبس العفو؟ وهذا كذب. زين، اكو حسم للامور، لعله انا الحج ابو جعفر في شهر رمضان اعتبارا على باب سفر بكره ان شاء الله نسافر، انه صار هذه المساله. انتم عندكم خطا، عندكم لا سيما اللقاء الشفوي خلينا نسميه. هذا ليش ما يصير بحسم للامور؟ ما تكلم وجود حسم. مولانا أنا تكلمت. كتاب العقائد مثلا. مولانا أنا تكلمت على هذا راح يجي سؤال ثاني. على هالأمور تكلمت بعض الجماعة. أنا أقول موجودة كل كتاباتي، تقدر الإخوان موجودين بالمكتب في قوم موجودين، تقدر أي كتاب تطلب ما يحلولك، مستعد. أنا كل ما عندي أقول أن ما يقولونه من الضلال الاعتقاد بالأنبياء وبعصمة الأنبياء وبالأئمة وبعصمة الأئمة وبالغدير وبحقيقية الغدير هو الضلال عندهم. شلون تحكمون انه ضلال عندهم؟ لأني أنا أقول ذلك، وأنا كتبت ذلك وأعلنت ذلك وتحدثت. هذا عندك مال الغدير أنت الشيخ؟ مسائل عقائدية. مسائل عقائدية. شيخنا العفو طلع كتاب السيدين مسائل عقائدية كله جاء مجاوب عليه، يعني صار كأنه ما مثل ما شفتوا له لا. السائل يوجدها. سيدنا العفو يعني نطلع بنتيجة قولهم، ولو احنا طالعين عن الندوة. بس ما تتبلور بسرعة. لا ما تتبلور. لا ما تتبلور بلا سؤال على أكتب الكلام. أنا ممنون من الشيخ وأرجو أن يكتب لقاءات أخرى. أنا ممنون. إذا أجيب إن شاء الله. أنا ممنون من الشيخ ومن كل إخوان يدير النقاش بشكل موضوعي وطبيعة الحال. أنا ممنون في الموضوع. وأنا ما أقول يا صاحبي، أنا شخصيا أنا أكتب
الهجرية أسلوب الدعوة في القرآن. الحوار. أسلوب الحوار في القرآن، حوار الإسلامي الوسيط. أنا متخصص بالحوار. شوف السؤال على السريع الشيخ. نعم. خلينا نطلع بنتيجه لا حتى قلت يقول نتيجه قال وش قال هذاك لا سيدنا هذه الآن نتيجه نظرة إسلامية حول الغدير، وهذا مسائل عقائدية. هاي كل مسائل عقائديه. وهذا في رحاب أهل البيت جزئين مجلدين، وهذا زهراء. مراجعات معك مراجعات. سيدنا الخلاصة موجودة بقوم. ما يخالف الثقافة سيدنا خلاصة يعني مطلب احنا خلينا نستفيد. خلاصة الفكرة. أن مثل عقيدتكم أنه عصمة الأنبياء، أن الإمامة من الله، أن الغدير نص. أنا جاء أقول قلت للشيخ الضلال أن يعتقد أن النبي نصب عليا هذا الضلال مكتوب مسائل عقائدية يقرأها الشيخ الليلة إن شاء الله يقرأها، أنه نصب عليا خليفة بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا هيك تقولون؟ كاتبة كتاب هذا عندنا مكتوب موجود تقرأه. نعم. قاعد ثابتين. يقولون الترشيح والتنصيب السيد يقول ولا لا قاعد يقرأ. يقولون فأنه أنتم تذهبون إلى هذه المسألة؟ أنا آسف. مع الأسف آخر شيء. أنا يلا آسف. ما يخالف. أنا آسف أنه أنا وصل إلى زمان أن أسأل عن الأسئلة. أنا عمري 50 سنة بالنجف. ما فيها شيء سيد؟ جاء قلت لا من نزول الزمان. أنا أقول من نزول الزمان واحد الآن عاش في خط أهل البيت 50 سنة وهو يتكلم به ويكتب ويعطي حاضر. لا سيد أنا هذه الكلمة الأخيرة أختلف فيها. لا هذه ما بيها شيء. الإنسان أول شيء يثبت. لا لأنه تدري ليش؟ مو أنت. أنا واقعا مو أنت لكنها مو أنت. جاء أقول يوسف. كلمة قاسية. يوسف وأقسى من هذا أقولها. قم التي هي يكون يصير فيها علم. لا. قم لا سيد. بالنسبة لي كانت غوغاء ما كان عليه. بالنسبة لكم خو هذا. لا بالنسبة إلى موقعهم مع هذا غوغاء مو على كل حال. محمد باقر خاتمة اللقاء لا تستجب. سيد محمد باقر الصدر. هذا صراحة. سيد محمد باقر الصدر لما كنا بالنجف كان يقولوا عنا سني. كان يقولوا عنا سني. على كل حال. ولا يزالون هالشيء. حياكم الله. موفقين إن شاء الله.